إنه اسم يستحضر الشراسة ويعرف كلمة مفترس. اسمايلودون حيوان لاحم ناجح للغاية في قتل الحيوانات الكبيرة بأسنانه هائلة القوة والتي يبلغ طولها ما يقارب 20 سنتيمترا والحادة كالسكين. ساد هذا الحيوان المتوحش في المشهد الطبيعي البدائي في الأمريكيتين لقرابة 2 عام. حين كان يشن هجومه لم يكن هناك وقت للتفكير إلى أن انقرض بشكل فجائي وغامض. والآن سيأخذنا العلم وأحدث تقنية الحاسبات إلى ما قبل مئات القرون ليعيد هذا المخلوق المهيب إلى الحياة. ماذا كان يصطاد؟ كيف انغرزت هذه الأسنان الضخمة في ضحاياه؟ وما الذي تسبب بانقراض هذا القاتل؟ الأسد الإفريقي هو أحد أشد الحيوانات المفترسة الحية اليوم فتكا. هذا الحيوان الذي يصل طوله إلى قرابة 3 أمتار ووزنه الذي يصل إلى ما يقارب 200 كيلوغرام حكم سهول السافانا، وهو يستحق حقا اسم ملك الحيوانات. لكن وبقدر ما هو مرعب لا يضاهي الأسد قريبه من فترة ما قبل التاريخ، اسمايلودون فاتاليس ذوات الأسنان السيفية. ببنيته الهائلة قد يصل وزن سمايلودون إلى 350 كيلوغراما تقريبا، أي أثقل بنسبة الربع من أكبر أسد ذكر، كما كان يحمل سلاحا خطيرا. قبل 10,000 عام حين بدأ الصيادون من البشر باستعمار أمريكا الشمالية كان آكل اللحوم الهائل هذا يجوب الأمريكيتين. لقد كان مفترسا أعلى من العصر البيلوستوسيني. كانت هناك طبقة كثيفة سمكها حوالي 300 متر تغطي أقصى الشمال، وكانت معظم بقية مناطق أمريكا عبارة عن سهل جليدي أجرد. لقد امتلأ المشهد الطبيعي بالوحوش الضخمة الغريبة، الماموث الضخم وحيوانات الكسلان العملاقة والثور الأمريكي القديم. اشتبكت جميعا في معركة مستمرة للبقاء لتتبارز ضد بعض من أشد القتلة فتكا الذين ساروا على الأرض، كالدب قصير الوجه الذي يبلغ طوله 3 أمتار ونصف، وهو أكبر دب عاش يوما على وجه الأرض. والذئب الرهيب المتوحش في تلك الحقبة والذي استطاع الإطاحة بأكبر الفرائس المجتمعة في قطعان مؤلفة من 30 أو أكثر. والأسد الأمريكي الهائل. كما كان الصياد الأشد فتكا من بينها جميعا موجودا، اسمايلودون. تصوروا وجود سكيني لحم متصلين بحيوان ضخم وهائل يملك مهارات الصيد. كانت ذوات الأسنان السيفية مصممة لتقتل. لقد طارد هذا القط الشرس الثور الأمريكي والجمال والخيول وربما حتى الكسلان والماموث العملاق. لا شك بأنها كانت في أعلى السلسلة الغذائية، فقد كانت من أخطر الحيوانات المفترسة، فربما كانت الوحيدة القادرة على قتل الدب قصير الوجه. هيمنت ذوات الأسنان السيفية على الأمريكيتين، ثم قبل حوالي 10,000 عام انقرضت بشكل مفاجئ. اليوم الشيء الوحيد المتبقي من هذه المخلوقات الاستثنائية هي عظامها وأسنانها التي ترمز لها، لكن ما زال هناك الكثير مما لا نعرفه عن سمايلودون. كل ما نعرفه عن هذه الحيوانات آت من موقع يعد منجم ذهب للأحافير على طول ميراكل مايل في لوس أنجلوس، قبالة أحد أشد شوارع المدينة ازدحاما. يكشف العلماء بشكل مستمر عن حياة أمريكا البرية ما قبل التاريخ. حفر قطران لابريا هي مجموعة من البحيرات والبرك السامة. هنا يتسرب القطران أو الإسفلت إلى السطح لينشئ واحدا من أفضل الأماكن في العالم للعثور على الثيران الأمريكية وذوات الأسنان السيفية ومفترسي ما قبل التاريخ.
قبل 10,000 عام، ورغم أن الطقس كان أشد برودة، كانت النباتات والمنظر الطبيعي في جنوب كاليفورنيا مشابها لما هو عليه اليوم. إن حفر القطران التي تميز المشهد الطبيعي هنا كانت أيضا أشد أفخاخ الحيوانات فتكا. في فصل الصيف شكل الإسفلت المصهور الذي تسرب من عمق آلاف الأمتار تحت الأرض بركا في غاية اللزوجة، وقد كانت تغطى بالأوراق وأنواع الركام الأخرى، وكان أي كائن ضعيف يجوب المنطقة يعلق فيها بسرعة وكأنها صائدة ذباب عملاقة. إن كان الحيوان الضحية يعد فريسة، كانت الحيوانات المفترسة كذوات الأسنان السيفية تنجذب إلى ما بدا وكأنه وجبة سهلة، وسرعان ما كانوا يعلقون هم أيضا في القطران. في النهاية كان كل من الصياد والفريسة يموتان ليغرقا في الإسفلت لتتم المحافظة عليهما إلى الأبد. منذ بدء عمليات التنقيب في لابريا قبل قرابة 100 عام، تم انتشال ما يزيد على 1,000,000 عظمة، بما في ذلك آلاف العظام العائدة للسمايلودون، لتمثل واحدة من أكبر وأفضل المجموعات المحفوظة لعظام أحد ذوات الأسنان السيفية. الإسفلت ليس فخا مميتا فحسب، بل هو مادة حافظة ممتازة أيضا. حالة العظام التي استخرجت منها وكأن الحيوان نفق منذ بضع سنوات فقط. هذا جزء من عظم الورك في ذوات الأسنان السيفية، وإن نزلنا هنا يمكنكم أن تروا مفصل الركبة، وفي هذه الزاوية هناك جمجمة جميلة للقط سيفي الأسنان، وإن أمعنتم النظر سترون محجر عين قط آخر سيفي الأسنان بارزا من الجدار هنا. الأحافير هي سجلات مدهشة استطاع العلماء بواسطتها محاولة جمع صورة للتاريخ الطبيعي لهذه القطط المتوحشة. وكانت الصورة التي رسمتها عبارة عن كائن غريب شديد الشراسة يصنف مع السنوريات، ولكنه يختلف عن القطط في نواح كثيرة. وعند ربطها بالقطط الحديثة تبين بأن ذوات الأسنان السيفية لم تكن نمرا ولا قطا لطيفا، ولم يكن هناك أي شيء لطيف في سمايلودون فاتاليس. إن اسمها يعني سن السكين القاتل. لكن الغرض الدقيق من هذه الأنياب المسننة والحادة ما يزال غامضا. على الرغم من أن كثيرا من عظامه وجدت في كاليفورنيا، إلا أنه انتشر بشكل واسع في أرجاء أمريكا الشمالية والجنوبية. أكلات اللحوم الأخرى في العصر الجليدي كالدب قصير الوجه والذئب الرهيب قريبان جدا من الدببة والذئاب الحديثة، لكن لا يوجد سليل أو قريب حقيقي للسنوريات سيفية الأسنان تعيش حاليا. عادة ما يقارن سمايلودون بالأسد الحديث، فقد كان بنفس الحجم تقريبا، لكنه كان يملك بنية مختلفة جدا. تخيلوا أسدا يتعاطى المنشطات. إنه حيوان هائل القوة، إنه يملك عضلات أكثر مما حلم به أرنولد شوارزنيغر يوما. كان سمايلودون بحجم الأسد تقريبا، لكنه لا يشبهه. كانت أبعاد الجسم والسرعة وسلوكيات عديدة مشابهة جدا لسلوكيات الدب الأسود أكثر منها بسلوكيات الأسد. إنه يملك ذراعين ضخمتين وصدرا ضخما وسيقانا خلفية قصيرة نسبيا، ويملك خطافات هائلة للتثبيت على أصابعه. كانت عضلات العنق أكبر بكثير منها في القط الحديث، مما يشير إلى أن سمايلودون كان يملك عضة عنيفة. إن بنيته الكاملة مصممة للكفاح وللمواجهات المباشرة مع الحيوانات الكبيرة الخطرة للتغلب عليها. يستطيع العلماء التوصل إلى بنية سمايلودون من الأحافير، لكن من الأصعب معرفة مظهر جلد وفراء سمايلودون. ووفقا للسنوريات الحديثة فربما كان مغطى بأشكال مختلفة مصممة لتمنحه التمويه الأمثل للصيد في بيئته. كما بدا من المستبعد بأنهم ارتقوا إلى لقب النمر سيفي الأسنان لأنه كان مخططا. لو كانت هذه الحيوانات تملك أي أشكال على فرائها لكانت مرقطة على الأرجح، فالخطوط لا تتلائم مع نوع البيئة التي نملكها هنا في رانكو لابريا.
لمحة سريعة على الهيكل العظمي لذوات الأسنان السيفية يكشف عن بعض الدلالات الواضحة الأخرى لطريقة عيش سمايلودون. فذيله القصير يعني بأنه لم يكن عداء كبيرا. القطط الحديثة حتى الكبيرة منها كالأسود تستخدم ذيولها الطويلة للتوازن والانعطاف أثناء المطاردات. لم يملك سمايلودون القدرة على ذلك بسبب قصر ذيله. يبدو بأن هذا الحيوان كان يفعل شيئا مختلفا كليا عما تفعله السنوريات الحديثة. إن لم يقم سمايلودون بمطاردة الفرائس السريعة فعندها كان عليه أن يستهدف الحيوانات البطيئة الأكبر حجما، لكن عليه استخدام التسلل للاقتراب، وبعد ذلك كان يشن هجوما قصيرا وقاتلا. العظام تؤكد ذلك. كانت ذوات الأسنان السيفية تملك براثن أمامية ضخمة تحتوي على مخالب كبيرة في الإبهام، والتي يعتقد بأنها تهدف لمقاومة الفرائس الضخمة. لقد كان مصارعا وليس عداء. كان مفترسا يعتمد على نصب الأفخاخ، وكانت أرجله قصيرة جدا وأقدامه مسطحة. كان مصمما للإمساك بالفريسة ومكافحتها وتثبيتها كي لا تتحرك بينما يقوم بطعنها، وكان هذا مهما جدا فأعضاؤه كلها مصممة للقيام بذلك. خلال العصر البيلوستوسيني كانت أمريكا الشمالية تعج بالعاشبات الضخمة. كان هناك كم هائل من الغذاء المتوفر لأي مفترس من فترة ما قبل التاريخ، ويبدو بأن سمايلودون كان يستهدف هذا النوع من الحيوانات. بعض هذه الفرائس كانت ضخمة جدا لدرجة أن قطا ذا أسنان سيفية لا يمكنه التغلب عليها وحيدا، لذا كان على هذه القطط الصيد في مجموعات. في أمريكا في العصر الجليدي كان هناك غذاء وفير لآكلات اللحوم الشرسة كذوات الأسنان السيفية. جاب الثور الأمريكي والخيول والجمال الأرض، حيوانات الكسلان الأرضي الضخمة والماموث ربما كانت على قائمة طعامه. لكن ما لم تصطد ذوات الأسنان السيفية بشكل جماعي. كانت الحيوانات ضخمة الجثة هذه هائلة القوة حتى بالنسبة لحيوان يملك سلاحا جيدا كسمايلودون. معظم السنوريات الحديثة كالنمور انفرادية وتصطاد وحدها. وحدها الأسود التي تعيش في زمر تتعاون في الصيد للتغلب على الحيوانات الضخمة. من المستحيل إثبات ما إذا كانت ذوات الأسنان السيفية تصطاد على شكل قطعان أم لا، لكن ثمة دلالات عثر عليها في مجموعة العظام في حفر قطران لابريا تدل على ذلك. لقد تم اكتشاف بقايا أحافير 2500 قط سيفي الأسنان هناك. عادة ما يكون هناك عدد أكبر بكثير من آكلات اللحوم من الحيوانات التي تأكلها، لكن تفوقت أعداد المفترسين في لابريا على فرائسها بنسبة 1:10 على عكس المتوقع تماما. وغالبا ما وجدت هياكل السنوريات سيفية الأسنان مختلطة مع عظام آكل نبات كبير. يعتقد بعض العلماء بأن هذا دليل على أنها كانت حيوانات اجتماعية، لكن تخيلوا مجموعة من سمايلودون تطارد وجبة سهلة كثور أمريكي عالق لتعلق هي نفسها في حفر القطران. من المحتمل بأن السنوريات سيفية الأسنان عاشت في مجموعات اجتماعية أو زمر مثل ما تفعل الأسود الحديثة. إن زمرة الأسود هي عبارة عن علاقة أخوية، وعادة ما تتألف من 4 إلى 20 أنثى تعيش مع ذكرين أو 3. تقوم هذه الإناث بمعظم عمليات الصيد على شكل جماعات. باصطيادها معا يمكنها مطاردة الفرائس الكبيرة، والفرائس الكبيرة تعني المزيد من الطعام. فائدة محتملة أخرى للعيش على شكل جماعات هي أنه حين يكون أحد أفراد القطيع مصابا أو ضعيفا يمكنه الاقتيات على الصيد الذي اصطاده بقية أفراد المجموعة. وبين بقايا ذوات الأسنان السيفية في لابريا رأى عالم المستحاثات كريس شو الدليل على أن السنوريات سيفية الأسنان كانت تبقى على قيد الحياة بعد إصابتها. ما لدينا هنا هو الجانب الأيمن من حوض القط سيفي الأسنان. نعتبر بأن عظام هذا الحيوان فردية. من ناحية أخرى هذا العظم كان من قط أصيب بخلع حاد في الورك، فهو لم يصب بخلع وحسب، بل حتى إن الكتلة العضلية حوله أصيبت بالتهاب مروع. لقد عاش هذا الحيوان لعدة شهور.
إن لم تكن سنوات بهذه الحالة. إنه يعتقد أن إصابات كهذه ربما كانت مميتة بالنسبة لحيوان يعيش بمفرده. إن شفاء هذه العظام يعني بأنه كان يعيش مع مجموعة من السنوريات سيفية الأسنان. يعتقد شو بأن العديد من الحيوانات تعاونت معا وربما قامت برعاية أفراد المجموعة المصابين، مما أتاح لها أن تقتات على صيد المجموعة وأن تحتمي من المفترسين الآخرين. سواء كان باستطاعتنا تسميته بالقطيع أم لا فهذا أمر غير مؤكد. أفضل تسميتها بالمجموعة الاجتماعية. لكن بالنسبة للآخرين فإن فكرة مساعدة السنوريات سيفية الأسنان لإطعام الأفراد المصابة والاعتناء بها في المجموعة مستبعدة. في الحقيقة أن الاحتمال الأكبر هو أنه ربما قاموا بالتهام الفرد المصاب. لا أعتقد بأن سمايلودون سيستفيد شيئا من العيش في قطيع أو لو كان اجتماعيا جدا. في الواقع التفاعل الاجتماعي نادر جدا بين آكلات اللحوم بشكل عام، فهو شيء تفعله الكلاب أو الحيوانات الشبيهة بالكلاب، وهو ليس من سمات القطط. لكن لا يوجد سبب يدعونا للافتراض بأن ذوات الأسنان السيفية تتصرف كالقطط الحديثة، ربما اصطاد وعاش كالذئاب الحديثة. في قطيع الذئاب يعيش نفس العدد تقريبا من الذكور والإناث معا، مع اختلاف جسدي ضئيل بينهما. ربما امتلك سمايلودون تركيبا اجتماعيا قريبا أكثر للذئاب، أي أنهم عاشوا في مجتمعات بزوجات وحيدات لوقت طويل. مع الأسود يختلف الجنسان كثيرا، فالذكور أكبر بكثير ويملكون أنيابا أكبر بكثير منها في الإناث، كما يملكون لبدا تميزهم. لكن الاختلاف لم يكن له أي علاقة بالصيد، فغالبا ما كانت الإناث تقوم بجمع الطعام. الذكور كانت أكبر حجما ومسلحة بشكل أفضل، لأن بنيتها مصممة للقتال والحماية والسيطرة. لكن كلا الجنسين من ذوات الأسنان السيفية كان بالحجم نفسه ويملكان الأسنان القاتلة نفسها. لذا هذا لا يشبه الأسود، لأنه في حالة القطيع على الذكور الخروج والقتال لفرض سيطرتها على القطعان، وإذا فعلت ذلك فهي تملك ميزة كبيرة لصالحها بسبب حجمها الكبير وأسنانها الكبيرة وامتلاكها أسلحة أكثر، وهذا ليس ما نراه في سمايلودون. إن وجود الأنياب العملاقة ذاتها في كلا الجنسين يستثني أيضا فكرة وجود زخرفة إضافية لدى الذكور لجذب الإناث، وهو لدى القط يعادل قرون الأيل. من الصعب التصديق بأن هذه الأنياب الضخمة كانت أدوات مخصصة للقتل، ويبدو بأن هذه كانت سمة مميزة لها. كان سمايلودون واحدا فقط من عدة أنواع من المفترسين من ذوات الأسنان السيفية التي انتشرت في الكوكب ذات يوم. أعتقد بأن أحد الأشياء الرئيسية التي لا يفهمها الناس هو أن هذا كان نوعا سائدا من السنوريات الكبيرة في العالم حتى وقت قريب جدا. رغم عدم امتلاك السنوريات الحديثة أسنانا سيفية، إلا أنها في الثدييات القديمة ظهرت واختفت 4 مرات على الأقل. يعتقد عالم المستحاثات بول ماثيوس بأن هذه الأسنان الطويلة جدا أتاحت للقط اختراق الجلد السميك في آكلات النبات الضخمة. كان ماثيوس يختبر الحمض النووي المأخوذ من الهوموثيريوم، القط ذي السن المعقوف، وهو قريب لسمايلودون. عثر عليه في برينجيا، وهي منطقة مقاطعة يوكون التابعة لألاسكا وكندا، والتي انتقل منها الإنسان للعيش في الأمريكيتين قبل أكثر من 12,000 عام. وقد اكتشف أن الهوموثيريوم لم يكن يأكل سوى الماموث. لذا أعتقد بأننا بدأنا نحصل على دليل كاف لنقول بأن تركيب السن السيفي الذي ظهر مرات عديدة عبر التاريخ كان يهدف لمطاردة الفرائس سميكة الجلد، مع ناب يبلغ طوله ضعفي ذلك الموجود في الهوموثيريوم وجسد أقوى بنية. ربما لم يكن سمايلودون يستهدف حيوانات الماموث الصغيرة فحسب، بل الراشدة منها أيضا. وسواء اصطادت بمفردها أو بجماعات، يبدو بأن بنيتها كانت مصممة للتغلب على الفرائس الكبيرة التي عاشت في تلك الفترة. كانت متخصصة في قتل الحيوانات الكبيرة، حيوانات أكبر منها حجما. قد تكون جدليا الثدييات الأشد تخصصا باصطياد هذا النوع من الفرائس الضخمة.
ولأن السنوريات سيفية الأسنان الحديثة كانت آكلات لحوم مفرطة، لم تكن مهتمة سوى بتناول اللحم الطازج والكثير منه. المدهش في الأمر هو أننا لسنا مضطرين لنخمن ماذا كانت ذوات الأسنان السيفية تأكل، فقد بيّنت حيوانات سمايلودون في لابريا ما كانت تأكله بشكل دقيق. لقد حافظ القطران على العظام بشكل جيد، لدرجة أن العديد من البروتينات التي كانت موجودة عند نفوق الحيوان كانت ما تزال موجودة، وفي هذه البروتينات الدليل على ما كانت ذوات الأسنان السيفية تفترسه. في جامعة كاليفورنيا في سانتا كروز تستخدم كينا فوكس دوبز تحليل النظائر المشعة المستقرة لدراسة النظام الغذائي لحيوانات ما قبل التاريخ. استطعنا معرفة الفرق في الغذاء استنادا إلى تفضيلهم لآكل نبات محدد على آخر. أظهرت الاختبارات بأن ذوات الأسنان السيفية في رانكو لابريا غالبا ما تناولت أكلات النبات الشائعة كالأحصنة والثور الأمريكي، لكنها تناولت أيضا بعضا من الحيوانات العملاقة كالكسلان والماموث. كان الثور الأمريكي ما قبل التاريخ الذي يزن قرابة طن واحد خصما قويا بالتأكيد، لكن الأسود الحديثة لا تحتاج إلى ناب طويل جدا لتقتل الفرائس الكبيرة كالجاموس الإفريقي والحمار الوحشي. السؤال المتبقي إذن، لماذا كانت ذوات الأسنان السيفية تملك هذا السن الكبير؟ لنحاول الإجابة على هذا السؤال ولفهم كيفية استخدام ذوات الأسنان السيفية أنيابها، قام الدكتور ستيفن رو من جامعة نيو ساوث ويلز في أستراليا ببناء قط افتراضي سيفي الأسنان، آلة عض رقمية تحاكي الضغط والإجهاد الذي تعرضت له جمجمة قط سيفي الأسنان. أجرى مسحا لجمجمة سمايلودون، والذي تمت إعادة بنائه بشكل رقمي لاحقا ليشمل حتى الاختلافات البسيطة في كثافة العظم وتركيب السن. كانت العضلات المحاكية متصلة في الأماكن الصحيحة، مما يسمح لها بمحاكاة شديدة الدقة أكثر من أي وقت سبق لحركة العض الدقيقة وقوة سيفي الأسنان. يمكننا من هذه النماذج إجراء اختبارات اصطدام رقمية لهذه الحيوانات، ويمكننا إخضاعها للسلوكيات المختلفة، وذلك لنحدد سلوكياتها ونعرف ما هي أكثر الأشياء التي تكيفت للقيام بها. ثم طبق رو وفريقه الأمر ذاته على الأسد الحديث ليصنع نسخة متقنة عن ملك الحيوانات، ثم قاموا بالمقارنة بين عضة القط سيفي الأسنان الرقمي وعضة الأسد الرقمي. كان الاعتقاد الشائع هو أن ذوات الأسنان السيفية التي تملك بنية هائلة القوة تملك عضة أقوى بكثير من عضة أسد بالحجم نفسه على الأقل، لكن الفائز في الاختبار كان مفاجأة للجميع. باختصار، كانت النتيجة تبين لنا بأن سمايلودون يعض كالقطة الأليفة. بالنسبة لذكر أو أنثى بمثل حجمه، كانت عضته ضعيفة وتساوي تقريبا نصف عضة الأسد من الحجم نفسه. للتأكد من ذلك منح الفريق القط سيفي الأسنان نفس قوة عضة الأسد الحديث. حين فعلنا ذلك انفجر فك سمايلودون، فهو ليس مصمما لاحتمال قوة عضة من هذا النوع. يمكنكم أن تروا نقاطا معينة لا تقترب من القيمة المحددة وحسب، بل تتجاوزها أيضا، وقد أعاق ذلك الفك الضعيف بشكل جاد الطريقة التي كان من الممكن لسمايلودون أن يقتل فيها فريسته. تبين بأن سمايلودون الذي يفوق وزنه وزن الأسد كان يملك عضة كلب كبير فقط. مع آكلات اللحوم الحية الآن ثمة صلة قوية بين قوة العضة وحجم الحيوان الذي يستطيع المفترس قتله. كلما زادت قوة العضة كبرت الوجبة. لكن إذا كان سيفي الأسنان ضعيفا جدا هكذا، كيف أمكنه قتل الفرائس العملاقة؟ منذ اكتشاف أولى بقايا ذوات الأسنان السيفية في حفر قطران لابريا في لوس أنجلوس في عام 1875، كان العلماء يحاولون اكتشاف كيفية استخدام سمايلودون لأنيابه الضخمة بشكل دقيق.
بالرغم من عضته الضعيفة، نحن نعلم بأنه كان يلتهم الحيوانات الكبيرة كالثور الأمريكي وحتى حيوانات الماموث والكسلان. لذا من المفترض بأن سن سمايلودون الشبيه بالسكين كان عبارة عن تأقلم خاص لقتل الفرائس الضخمة. لكن الأسود الإفريقية تستطيع أيضا التغلب على فريسة كبيرة وأنيابها ليست طويلة، لذا لابد بأن سن سمايلودون كان يملك ميزة فتاكة، ولابد بأنها كانت تملك تقنيات قتل مختلفة عنها في السنوريات الحديثة. بالمقارنة مع ذوات الأسنان السيفية، تملك السنوريات الحديثة الكبيرة أنيابا أقصر مخروطية الشكل تستخدمها للإمساك بالفريسة وتثبيتها على الأرض. السنوريات الكبيرة كالأسود تقتل الفرائس الصغيرة بعضها واختراقها باتجاه الخلف، لكن مع الفريسة الكبيرة لا تخترق أسنانها الجلد عادة، بدلا من ذلك فهي تخنق ضحاياها وتثبت أسنانها حول الشريان السباتي، مما يتسبب بفقدان الفريسة وعيها في غضون ثوان. إن جمجمة الأسد الحديث الأكبر حجما مع فكه القوي تهدف بوضوح لتعطي نوعا مختلفا كليا من العضات القاتلة عنها في ذوات الأسنان السيفية. يملك الأسد الإفريقي أنيابا مستديرة نسبيا في المقطع العرضي، وهي أشبه بالأوتاد بالمقارنة مع هذه السكاكين الموجودة في مقدمة فكي هذا الحيوان. لذا كانت الأسنان طويلة للغاية، وكانت ضيقة من الجانبين، وكانت واسعة جدا من الأمام إلى الخلف. لقد كانت لهذه السكاكين حدود. كانت أنياب ذوات الأسنان السيفية أسلحة حادة وخطرة، لكنها لم تكن مصممة بأي شكل لعمليات القتل العنيفة التي تقوم بها الأسود. كانت الأنياب السيفية قوية في الاتجاهين الأمامي والخلفي، لكنها كانت ضعيفة نسبية وهشة أثناء الحركة الجانبية. وهذا الضعف عن وجود حدود حقيقية للأماكن التي يمكن للسن السيفي عضها في ضحاياه. إذا علقت أنيابه في عظام فريسة تكافح بضراوة فقد يفقد سمايلودون سنه. لا أعتقد بأن الهجوم على عمود الفريسة الفقارية سيكون منطقيا بالنسبة لسمايلودون، لأنها كانت تملك هذه الأنياب الضخمة، كانت حساسة جدا، فخطر تعرض الأنياب السيفية للانكسار عال إذا اصطدمت بشيء قاس لا سيما من الجوانب. لذا قفزت على ظهر الحيوان وغرزت أسنانها فيه، سيخترق أحد السنين على الأقل الفقرات وسينكسر. بدأت تتشكل صورة لصياد متخصص جدا. كان يأكل الفرائس الضخمة، لكنه كان يملك عضة ضعيفة نسبيا مع فكين وأسنان دقيقة جدا ليستخدمها لجر فريسته خشية انكسارها. لذا بعد عملية الإقصاء يبدو بأن السر في هجوم ذوات الأسنان السيفية هو مصارعة فريسته ليطرحها أرضا قبل القيام بالضربة القاضية. كان عليه أن يطرح الحيوان أرضا على وركه ليعجز عن الحركة. إنها حيوانات كبيرة رباعية القوائم وقوية، لا يجب أن تعبث معها حين تكون على قوائمها الأربعة. يؤكد أسلوب الهجوم والمصارعة العنيفة هذا العدد الكبير لعظام سمايلودون التي تبرهن على وجود إصابات حادة في منطقة الظهر السفلية. هذا مؤشر على الضغط العالي الذي تتعرض له تلك المنطقة، مثلا حين تحاول رفع الأثقال أو تجر وزنا ثقيلا لتسند عجزك على الأرض، سترى كيف يعطي ذلك عزما للمنطقة السفلية من الظهر، وهذا هو المكان الذي نرى فيه الكثير من الإصابات في السمايلودون. لكن هذا ما زال لا يوضح القيمة الحقيقية لأسنان سمايلودون الضخمة. قد تشن السنوريات الحديثة هجومها بالعض، لكنها تقتل بواسطة الخنق، وتضيق أسنانها الخناق حول حنجرة فريستها. وقد يستغرق حيوان كالجاموس ما بين 10 إلى 15 دقيقة ليختنق حتى الموت، وهو وقت طويل لبقاء فكي القط الكبير مطبقين. مع أسنان كأسنان سمايلودون ستكون تقنية كهذه مستحيلة وبطيئة بشكل خطر. يعتقد الدكتور رو بأن تركيب أسنان سمايلودون وجمجمته مصمم للقتل السريع، ويعتقد بأنه في عالم ما قبل التاريخ الشرس، مع وجود عدد كبير من آكلات اللحوم لتتنافس على الفريسة نفسها، كان الوقت جوهريا. إذا لم تقم ذوات الأسنان السيفية بالقتل بهدوء وقبل كل شيء بسرعة، فهي ستلفت انتباه الحيوانات المفترسة والمتوحشة التي ستحاول سرقة الفريسة.
ربما كان سن سيفي وحيد قادر على إخافة عدد صغير من الذئاب الرهيبة لتبتعد عن صيدها، لكن ذلك الوضع سيكون معكوسا بالكامل إذا هاجم قطيع كبير من الذئاب سمايلودون أثناء الصيد. كما كان هناك خصوم أشد قوة كالأسد الأمريكي الضخم الذي قد يكون أكبر بنسبة 50% حتى من سمايلودون. وهناك أيضا الدب قصير الوجه الذي يبلغ طوله 3.5 أمتار تقريبا، وذلك حين يقف على قدميه الخلفيتين. يبدو بأن هذا الحيوان كان لصا متخصصا في كسب عيشه بتهديد المفترسين الآخرين ليسلموا له صيدهم. كان الدب قصير الوجه ضخما للغاية، لدرجة أنه إذا واجه عددا من ذوات الأسنان السيفية ومعها فريسة ستكون النتيجة بلا شك قطا سيفي الأسنان يشعر بالجوع. سمايلودون ورغم قوته وضخامته لم يكن أقوى الحيوانات، لذا ليتمكن من قتل ذلك الحيوان الضخم بسرعة فهو يملك تشكيلة كاملة من المزايا المحتملة، وبرأيي فإن هذا أهم شيء في سمايلودون. لم يكن قانون الغاب إما أن تقتل أو تقتل، بل كان اقتل بأسرع وقت ممكن. لكن كيف كان يقوم بهذه العضة القاتلة؟ حان الوقت لدرس تشريح حيوان من فترة ما قبل التاريخ. قبل 10,000 عام في أمريكا الشمالية كانت المنافسة على اللحوم الطازجة شرسة. كان سن القط سيفي الأسنان القاتل مصمم ليقتل بسرعة البرق الفرائس الكبيرة الذي تخصص في اصطيادها. كان على سمايلودون أن يصوب بدقة سنه السيفي إلى المكان الذي يريد الفتك فيه وتحلي بالقوة الكافية لتوجيه ضربته، وكان عليه أن يصيب الهدف مباشرة وكأن هناك فرصة ثانية ضئيلة في البرية. كان سمايلودون يملك عنقا ضخما وقويا وفكين ضعيفين، وعضلات العنق هذه كانت تستخدم لتقويس هذه الأسنان نحو الفريسة وتسبب ضررا هائلا يقتل الفريسة بسرعة. كانت ذوات الأسنان السيفية قادرة على سحب الجمجمة إلى الأسفل في الوقت نفسه، لذا كانت ترفع الفك السفلي وتسحب الجمجمة إلى الأسفل وتدفع بها عبر الفريسة في الوقت ذاته. هذا يشير إلى امتلاك هذا الحيوان لتكيف إضافي للعض لا نراه في السنوريات الحالية. يظل السؤال كيف؟ وبنفس القدر من الأهمية أين غرز سمايلودون أنيابه في ضحاياه؟ هناك نظريتان، إما لقطع حناجرها أو لبقر أحشاء الفريسة. ويليام أكرستن أمين قسم علم المتحجرات القديمة في متحف أيداهو للتاريخ الطبيعي يعتقد بأن سمايلودون سيستهدف البطن. لا تستطيع ذوات الأسنان السيفية طعن فريستها بأنيابها، لأن الفك السفلي للقط يعترض طريقه فيصطدم بالضحية أولا ويتسبب بانحراف أسنانه. لذا تنص نظرية أكرستن الخاصة بعض البطن على أنها استخدمت أنيابها للقيام بما يسمى بعضة القص، وهي جرح طويل على طول بطن الفريسة. يضغط الفك السفلي على الفريسة ثم تنخفض الجمجمة وتستدير باتجاه الفك السفلي. حين يحدث هذا ستبدأ هذه ولأنها نصل مستو بالقطع. بعد ذلك وبينما يكون الفك مطبقا ستتحرك هذه بشكل هندسي نحو الخلف نحو منطقة الفك هذه لتزيد من طول الشريحة المقطوعة. لكن خبراء ذوات الأسنان السيفية الآخرين يعتقدون بأنه من المستحيل أن يهاجم سمايلودون بطن حيوان عملاق كالثور الأمريكي. في صغري عملت راعي بقر. ما تتعلمه من العمل مع الماشية هو أنك لا يجب أن تتعامل معها قرب أوراقها، بل تحاول دوما السيطرة عليها من الرأس. مع فكه وأسنانه الحساسة نسبيا سيخاطر سمايلودون بإصابته بجروح شديدة إذا وجه ضربة منخفضة نحو البطن. حتى لو استطاع إصابته ليقتله ستظل أرجل الفريسة المتخبطة خطرة. كما توجد مشكلة أخرى، حتى مع هذين النصلين الحادين لن يتمكن سمايلودون من إلحاق الأذى بمن يعضه. المشكلة في عض البطن أن قطر البطن كبير بحيث لا يتسع له الفم. رغم هذا السن الطويل لا يستطيع سمايلودون القيام بعضة عميقة جدا. سبب ذلك هو أن الفك السفلي يعترض طريقه، لذا قد يحصل الحيوان على كتلة من الجلد وقد يقوم بسلخ الشيء الذي يحاول قتله، لكنه لن يتمكن من قتله لأنه لا يستطيع عضه ببساطة.
لا يوجد قط حديث سيهاجم بطن فريسته، فغالبا ما يقومون بعضة قاتلة على العنق. ويعتقد الكثير من العلماء بأن الطريقة المنطقية الوحيدة لتقوم ذوات الأسنان السيفية بالقتل هي بالتصويب على الحنجرة. من السهل أكثر الوصول إلى العنق، كما أنه أقل استدارة من البطن في أي فريسة كبيرة، كما أن أسنان سمايلودون تبدو بشكل مثالي للقتل. لا يوجد شك إطلاقا بأنه ما إن تمزقت الشرايين الرئيسية في الحيوان وقصبته الهوائية فسيموت بشكل أسرع بكثير مما لو حاولت خنقه. يحتوي العنق على أوعية دموية أشد أهمية، وستقتل بشكل أسرع بعض العنق مما لو قمت بعض البطن. يعتقد مارتن بأن ذوات الأسنان السيفية مصممة لهدف محدد للغاية، وهو ذبح عنق الفريسة. وهو يعتقد بأن أنياب سمايلودون تعمل بطريقة مطابقة تقريبا لسكين قاتل مقوسة متخصصة. الملفت في هذه السكين أن الحافة الحادة للغاية موجودة داخل التقوس. إن كانت لديك سكين مقوسة كهذه وأدخلتها ولففتها حول التقوس، سيدير التقوس النصل، ثم سيقص أثناء قيامك بالطعن، وبهذا سيحدث موت فوري تقريبا. البروفيسور فرانك ميندل مفتون أيضا باللغز المتعلق بكيفية قتل ذوات الأسنان لفريستها. ولشرح وفهم كيفية القيام بهذه العضة القاتلة بنى ميندل نموذجا بيوميكانيكيا لفك سمايلودون. أنا أقول بأن سمايلودون اخترق بأسنانه العنق وقطع الشرايين ثم سحب أسنانه بعد ذلك. لا أرى ما الداعي لبذل جهد إضافي لتمزيق الحنجرة، لأني لا أعتقد بأن هذا سيؤثر على الضرر القاتل الذي لحق بالحيوان. هذا أشبه بالتنظير مقابل الجراحة المفتوحة، فأنت تحدث ضررا أقل حسب الضرورة لإنجاز العمل. وفي محمية القطط الكبيرة هذه في بريدجبورت في تكساس، سيبدأ قط سيفي الأسنان بالعض ثانية. إن مركز التعليم الحيواني والأبحاث هو ملاذ آمن للقطط الكبيرة المنتهكة والمهجورة، وهو مورد للجالية العلمية. هنا يستطيع ميندل العثور على فريسة لمفترسه المعدني. إنه مصمم ليتمكن من محاكاة حركة العض لأي آكل لحم بشكل دقيق. الأسنان مبنية استنادا إلى هذا النموذج من لابريا بالتفاصيل نفسها ونفس الحجم والقياس وكل شيء. من بين الجثث المخصصة ليتم إطعامها للقطط الكبيرة في مركز التعليم الحيواني والأبحاث، سيستخدم ميندل بقرة لتقريب حجم وأبعاد إحدى وجبات سمايلودون المفضلة، الثور الأمريكي. معظم الحيوانات المستخدمة في المركز نفقت لأسباب طبيعية. في حالات أخرى تكون الحيوانات في حالة صحية خطرة وقتلت قتلا رحيما. هيا. ستحاول التجربة الأولى محاكاة ما يسمى بعضة البطن. لقد بدأ الاختبار. يقوم فريق الاختبار بعدة محاولات لعض البطن بالمفصلة، لكن مهما كانت الزاوية المستخدمة فهي لا تستطيع العض بشكل عميق. يدفعونها بعيدا عن النصل. يمنع الفك السفلي الأنياب من اكتساب زاوية تمكنها من القيام بعضة عميقة. إنه مطبق بإحكام ولديه فم مليء بالجلد، ولا يوجد شيء ليخترق الجلد سوى القواطع السفلية. لم يكن وجود ذوات الأسنان السيفية مصادفة في الطبيعة، وكان شكلها هكذا من أجل القتل، لكن الأسلحة لا تستطيع العمل دون تكتيكات، وأساليب القتل لدى سمايلودون ما تزال غامضة. لكن الاختبار الميكانيكي للبروفيسور ميندل يبين بأن السن السيفي بالكاد استطاع اختراق بطن الحيوان الثابت، ناهيك عن تمزيق أي من الأعضاء الحيوية. إلى الأسفل. الهدف التالي هو العنق. يتوقع الفريق ألا يواجه سمايلودون الآلي أي مشكلة في العض هنا. حسنا. لكن هناك سؤال مهم واحد: ما مقدار الضغط اللازم في العضة ليتمكن السن من اختراق الحيوان؟
تبين النماذج الحاسوبية بأن ذوات الأسنان السيفية لم تستطع العض بقوة كبيرة حقا. هل ستكون هذه نتيجة الاختبارات الآلية؟ حتى مع أي فريسة ساكنة هذا ليس سهلا، لكن بعد عدة محاولات اخترق نموذج مندل أخيرا عنق جثة البقرة. لقد اخترق. ما نراه هنا هو أن كلتا السنين اخترقتا العنق بشكل عميق. سيكون السؤال هو: هل كانت تمسك بشيء قاتل كأحد الشرايين الرئيسية مثلا؟ بقياس قوة عضة النموذج، اكتشف الفريق أيضا بأن الدقة وليس القوة كانت سلاح سمايلودون السري. لم يكن عليه العض بقوة كبيرة لاختراق الجلد وإلحاق الضرر بالأوعية الدموية الحيوية. يتطلب قوة مقدارها 104 كيلوغرامات لاختراق جلد الحيوانات. عند أخذ ذلك بعين الاعتبار يستطيع البشر توليد ضغط مقداره 140 كيلوغراما للعضة. أعتقد بأن القط العادي يستطيع القيام بهذا بسهولة. ما إن تدخل الأسنان قد تقطع هذه الأوعية الدموية بسبب هذه الحافات المسننة في الأمام والخلف. يقول مندل بأنه إذا اخترقت الأسنان الأوردة الوداجية ستفقد الفريسة وعيها وتنزف حتى الموت في غضون بضع دقائق، لكن إذا اخترقت الشرايين السباتية سيموت الحيوان على الفور. لذا ما إن يطرحه أرضا يستطيع سمايلودون بسهولة اختراق حتى أعناق الحيوانات ذات الجلد الأشد سماكة. يشير الاختبار البيوميكانيكي بقوة إلى أنه كان من المستحيل تقريبا لذوات الأسنان السيفية القيام بعضة قاتلة على بطن الحيوانات الكبيرة التي تصطادها. لكن بالنسبة لمن يؤيدون نظرية عضة البطن لا يعتبر اختبار البروفيسور مندل حاسما على الإطلاق. لكن حتى لو كانت عضة العنق هي الوسيلة الوحيدة المحتملة للمفترس متعدد المهارات، فهذه التجربة تؤكد أن الأنياب الشبيهة بالسكين لدى سمايلودون كانت مصممة للقتل. ربما امتلكت طرقا مختلفة للأحجام المختلفة، وربما اعتمدت على الوضع الفعلي في ذلك الوقت، لكنها ستستخدم هذه المخالب لطرح الحيوانات الضخمة أرضا وتسليط قوة على الطرف الأمامي نحو عنق الحيوانات المخبأ. كما يبين الاختبار بأن لهذه الأسنان المتخصصة حدودا أيضا، فهذا التخصص هو الذي أدى ربما إلى فناء السنوريات سيفية الأسنان. لقرابة 2,000,000 عام سمايلودون بأنيابه التي تقطع العنق والتي يبلغ طولها 13 سنتيمترا كان أحد الحيوانات المفترسة السائدة في أمريكا الشمالية، سواء أكانت العضة تستهدف العنق أم البطن أو أي جزء آخر من الفريسة، فقد كانت ذوات الأسنان السيفية قاتلة فتاكة. لكن قبل حوالي 10,000 عام اختفى سمايلودون عن المشهد الطبيعي لما قبل التاريخ، ويظل انقراضه لغزا. لكن في نفس الفترة التي اختفت فيها ذوات الأسنان السيفية ظهر مفترسون علويون آخرون، وقد جاءوا على قدمين اثنتين. لقد شق الصيادون الأوائل طريقهم على الأرجح عبر الجسر الأرضي الذي يربط بين روسيا وألاسكا، وقد خمن البعض بأنهم هم من قتلوا ذوات الأسنان السيفية. لكن لا يوجد دليل على أن البشر اصطادوا ذوات الأسنان السيفية بإفراط، حيث لا يوجد دليل على أي تفاعل بينها وبين البشر. يبدو بأنهم منحوا هذا المفترس المرعب مساحة واسعة. من المحتمل أن هذين النوعين تحاشيا بعضهما البعض. بالطبع سيجد البشر ذوات الأسنان السيفية خطيرة جدا، لكن البشر الأوائل كانوا يملكون صفة واحدة مشتركة مع سمايلودون، لقد تناولوا اللحم نفسه، ولم يكن هناك الكثير من اللحم ليتناولوه. ورغم أن العدد الضئيل من البشر في ذلك الوقت لم يستطيعوا تناول كل الحيوانات الكبيرة، إلا أنهم ربما بدأوا أحداث انقراض طويلة وعجلوا منها، مما أخذ سمايلودون في رحلة طويلة نحو الانقراض. كانت نهاية العصر الجليدي الأخير وقتا عصيبا بالنسبة للحيوانات المفترسة المتخصصة في قتل الفرائس الكبيرة. لم تكن ذوات الأسنان السيفية هي الوحيدة التي اختفت، فقد اندثرت القطعان الهائلة من الذئاب الرهيبة في الوقت ذاته، وكان آخر المنقرضين الدب قصير الوجه. اقترحت نظرية حديثة أن مذنبا ربما تسبب بانقراض جماعي هائل في أمريكا الشمالية، لا أحد يمكنه قول ذلك بشكل جازم.
لكن المناخ ازداد دفئا وأصبح أشد جفافا. لقد تغير العالم عما كان عليه من غابة كبيرة إلى براري عشبية واسعة. المقيمون في هذه الأراضي العشبية حيوانات الماموث وحيوانات الكسلان الأرضي بدأت بالنفوق. فرائس أقل تعني مفترسين أقل. الحيوان الوحيد بما يكفي ليصلح لذوات الأسنان السيفية أو للأسد كان الثور الأمريكي، لكن الثور الأمريكي تغير من ثور غابة أمريكي إلى ثور براري أمريكي، والبراري ليست موطنا يرضي السنوريات الحديثة. لذا لدينا هنا وضع حيث كانت الفريسة الحية الوحيدة المناسبة في هذه المنطقة موجودة، حيث لا يمكنك أن تمسك بها. وقد كان القط سيفي الأسنان صيادا متخصصا جدا بالحيوانات الكبيرة. لم يستطع سمايلدون حتى عض الأرنب لأن أسنانه كانت تعترض طريقه. وأصبح الكائن الأشد جهوزية لقتل الحيوانات الكبيرة مجهزا أكثر مما يلزم بالنسبة للعالم الحديث. إنه حيوان متكيف بشكل جميل لطرح الحيوانات الكبيرة أرضا ثم الإجهاز عليها بسرعة. بصراحة هو ليس مصمما بشكل جيد لأي شيء آخر، وربما كان ذلك أساس تفسير سبب انقراض سمايلدون. اليوم الحيوان الأقرب لذوات الأسنان السيفية هو نمر بورنيو المرقط، وهو قط متوسط الحجم يسكن الأشجار ويملك أنيابا طويلة جدا. هذا النمر ليس سليلا مباشرا لذوات الأسنان السيفية، لكن هذا الحيوان النادر هو دليل حي على التصميم القاتل للسن السيفي الذي ما زال بالإمكان استخدامه كسلاح للقتل بدقة. سكنت هذه الحيوانات العالم القديم، وربما كان تغير الحياة سببا في انقراضها، لكن العوالم قد تتغير وستتغير، ففن القتل يسعى دوما نحو الكمال. ذوات الأسنان السيفية كشفت عن واحد من التصاميم المذهلة لمفترسات ما قبل التاريخ.